Hare
سس جليل كفار الكيد والضر والولم زمامي بأيدي الجند داروا ميلدا ذوي الجهل والتدليل عونا من الهلم إلى نسرنا قد زاروا مع خيولهم وخاف الهدى منهم ومالوا إلى السلم إلى الله قد وجهت كلي مجاهدا بذكر وشكر ملازمة اللقم لقد جاءني في داخل العسكر الوطان ولي قال ربي مهجل الجيش بالنقم يوم الرضوان من كل وجهة ولي قيد يمن الذكر والخط والقلم يوم الرضوان من كل وجهة ولي قيد يمن الذكر والخط والقلم يوم الرضوان من كل وجهة ولي قيد يمن الذكر والخط والقلم ولم ينهني مكر ولا جور من ظلم ما الله ربي ما نهاني من الأذى وما أمني هار فلا نار أو ندم سواني إلى عزب يمون المكرم وما أمني خوف ولا من ولا صدم ربي نزعني الإسلام عند غربتي لدى الجزائر المنير تربتي نسي عن النور اللسان والكتاب حسنان خدمتي لدى أهل الكتاب تسير ما سقط للمصفح أغنى يميني عن أذى وبالفحيم هداني الله وشخصا اللعين إلى سواهم ليعبس المهين هداني المصطفى محمدي سرا وجارا في برايا الصمدي لم يكن مثل المصطفى محمدي سرا وجارا في برايا الصمدي مد لنا الإسلام والكفر معا وبالنصيحة لكل زمان يقود بالظاهر والباطن من قطعه لله في كل زمن
تبدل رؤوسا قل قدمه فوق كل رقبة بالمستعان القر كل مرحبا محمد مثاله لم يأتي فيما مضى وأبدا لا يأتي ثبت أن ربنا لم يرد مثلا له فمثله لم يرد له سيادة له البراءة يوم ألست ولد الشفاعة هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب والإمام والدليل غراه الكثير من غير جمال وسانه القدوس عن غير كمال كون النبي المنتقى محمدي خير الورى المختار عند الصمد كون النبي المنتقى محمدي خير الورى المختار حبا ولا إله إلا الله هداني الله وإنه البديع وقاد لي له بأنواع البديع برأني الخالق